فطرنا الصبح وفجأة لقيت المطبخ عامل زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. انا ما بحبش مطبخي يتكركب خالص، بحب ان انا انضفه اول باول عشان ما يعني ايه، ما يبقاش تقيل عليا. قررت بقى ان انا اخش اظبطه كده قبل ما اعمل اي حاجه في الشقه. انا ببقى مبيتاه من بالليل نضيف جدا ما فيهوش اي حاجه، فدي حرفيا مواعين الفطار بس. طبعا الكل عارف يعني لو مواعين مطرح طبيخ وكده كانت هتبقى اكتر من كده بكتير. هنا انا بدأت بالرخامه، عشان الرخامه مجرد ما بتترتب يعني نفسيا المطبخ بيرتاح، بيهدى كده، تحسوا ان حتى يعني ايه، نفسيتنا احنا هديت. وكنت بغسل في المواعين، مجرد ما جيت اشد الطبق كسرت المج. هنا بوريكم ان انا يعني بسم الله ما شاء الله عليا يعني، جيت اشد الطبق كسرت المج. زعلت عليه قوي والله. والطاسه بتاعتي يعني مجرحاها ومطلعنيها بس بحبها، منضفاها يعني فبحبها. كنت بعمل فيها فول بقوطه للفطار. هنا بقى كنت خلاص بشطف المواعين، بس انا عايزه اقول لكم ان انا الحامل بتاعي مكسور، فالكاميرا حطاها سندها بحاجه الموبايل ولا ايه، فكل شويه تبعد وتسيب الكادر بتاع التصوير وتبعد. يعني فاهميني؟ مش عارفه فاهميني ولا لا. هنا انا كنت بوريكم البوتاجاز كان لسه عليه الطاسه، شلتها في الفرن، وكان عليه حله فيها رز، شلتها في علبه وقلت اغسلها بقى والم الدنيا بالمره عشان ما احسش بقى ان في اي كركبه تاني وما ارجعش اخش المطبخ تاني غير وانا بعمل الغدا. كان بقى خلاص البوتاجاز عليه طرطشة، يعني زيت وكده، على الرغم من ان انا بغطي الطاسة بغطا. حاولي على قد ما تقدري انك تغطي الطاسة بغطا عشان تنضف لك البوتاجاز وتنضف لك الدنيا وما تبهدلكيش بوتاجازك. هنا بقى انا كنت بغسل وقلت بقى بالمرة ما دام انا شلت العيون هغسلها واغسل الحوامل. التصوير بتاع المقطع ده مش يعني اتمسح، عايزه اقول لكم يعني هو هنا في التصوير ده، بس هو فضل يزحف يزحف كده برضو الموبايل عمال يتحرك لغاية ما التصوير بتاعي راح. قولوا لي بقى، لو الفيديوهات دي بتشجعكم وحابين ان انا انزل لكم منها فيديوهات تانية تقولي لي في الكومنتس عشان انزل لكم منها فيديوهات اكتر، واجيب حامل بدل الحامل اللي اتكسر، عشان انا بجد حرفيا هو يعني الفيديو كان حلو وهو اللي بوظ لي التصوير ان الحامل ما كنتش بصور بالحامل. هنا انا كنت خلصت بقى وكنت بغسل الحوامل بتاعه البوتاجاز. بصوا انا هنا كمان نقلت كادر التصوير برضو، ما عرفتش ان انا اكمل تصوير بيه. كده كنت خلاص بقى رصيت المواعين بتاعتي بعد ما خلصتها. وكنت بصوا الازايز اللي على الحوض دي انا ما بشيلهاش، انا ازايز صغيره بتاعت الحضانه وبتاعت المدرسه وكده. وهنا كان البوتاجاز يا خراشي، انا بحب منظر واللبانه بقى طبعا لبانه اللبن فما شلناهاش. هنا انا عايزه اوريكم ان ده لزق، كنت لازقه فاصل كده رخامي عشان بتوع الغاز وهما بيركبوا من ارشادات السلامه ان احنا نبقى في حاجه حائل ما بين الحوض والبوتاجاز عشان يرضوا ان هما يركبوا الغاز. كده بقى كنت خلاص ونفسيتي كده مرتاحه ان انا اطلع بقى اكمل بقيه الشقه. باي باي.